رحلتنا نعشقها بمتعتها الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بكم أينما كنتم من هنا من قناة الأكاديمية الرياضية. نجوم منتخبنا العماني نقول لكم شكرا أيها الأبطال، قدمتم مباريات بطولية ونتائج رائعة ومشرفة في خليج البصرة 25. نعم أنتم أبطال غير متوجين. واجهتوا منتخب العراق في ملعب مرعب ومكتظ بأكثر من 70,000 عراقي في مباراة دراماتيكية وممتعة بكل تفاصيلها، وكانت تشير إلى ركلات ترجيحية، لكن خسرناها في الدقائق الأخيرة من الأشواط الإضافية. فكلما تقدم منتخب العراق تعادل منتخبنا. كانت مباراة مثيرة تلاعبت نتيجتها بأعصاب المتابعين وأبكت المشاهدين وأدهشت المدربين وجننت المعلقين. هذه الجماهير محاولة موجودة لكن تتخلص. زاهر برافو، ما زالت للعراق. إبراهيم بايش يسدد، هدف عراقي أول، هدف عراقي أول. ركلة جزاء صلاح يحطها جول جول. سجل منتخبنا وسجل صلاح، سجل منتخبنا وتقدم صلاح. يا له من جنون، يا له. سجلها عضوان، هدف ثاني للمنتخب العراقي. الآن عالي للأمام. الله 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 الله، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، إنه جنون إنه جنون إنه خيال إنه خيال. الأحمر يفعلها، الأحمر يفعلها. التاريخ والله لن ننساها. كرة ملعوبة عالي للأمام للعراق للعراق. هدف عراقي آخر، لكن كوباتش ماذا يقول؟ كوباتش ماذا؟ وفي موقف معبر للغاية يستحق الاهتمام والحديث عنه، والذي تم تصويره في مدرجات ملعب جذع النخلة بالبصرة بعد نهاية مباراة منتخبنا العماني والمنتخب العراقي الشقيق، حيث قامت الطفلة بنان العراقية وهي تحمل في يدها علم عمان لمؤازرة منتخبنا. لكن بعد نهاية المباراة شاهدنا التأثير الكبير على وجه الطفلة العراقية وهي تبكي متأثرة بخسارة الأحمر العماني، رغم أن منتخب بلادها العراق هو الفائز في المباراة والحاصل على كأس البطولة، لكنها لم تستطع أن تخفي مشاعر الحب والود والوفاء التي تحملها لعمان. وهذه براءة وعفوية الطفلة العراقية التي ستدخل بكل تأكيد قلوب جميع أهل عمان ومحبة كل بيت في السلطنة. لذلك نقول للطفلة بنان شكرا لك على هذا الشعور الطيب تجاه بلدك الثاني عمان، وندعو الله أن يحفظها ويحفظ العراق وأهلها، وتنعم جمهورية العراق بالاستقرار والأمن والأمان. وبمناسبة تتويج المنتخب العراقي الشقيق بكأس خليج البصرة 25 نتقدم بخالص التهنئة والتبريكات لأسود الرافدين بعد غياب طال انتظاره استمر 35 سنة ليأتي اللقب الرابع للعراق. مبروك للجماهير العراقية التي كانت سر نجاح هذه البطولة. يلوق لك كاس البطولة يا ابو الغيرة الابي، نبقى رافع راسنا والخليج العربي. الشعب كله قال هذا مطلبي، الشعب كله قال هذا مطلبي، وما نطيق كاسنا وما نطيق كاسنا. اي ام المضايف كوت ام الهلا. وفي الختام نتمنى للكرة العراقية والبطولة الخليجية التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء. محبة والتنافس ليس على الكاس، وطن واحد ومن عرضه